الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخوانا عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قرار قضائي جديد ضد مرتضى منصور في سب وقذف الخطيب. يلا بينا نتعرف عليه. الخبر منشور زي ما حضراتكم شايفين كده في صدى البلد او موقع صدى البلد. قررت محكمة جنح النقد رفض الطعن المقدم من المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق على حكم حبسه أو حكم صادر ضده بالغرامة في واقعة اتهامه بسب وقذف كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وتأييد الحكم السابق. قررت محكمة جنح النقد رفض الطعن المقدم من المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق على حكم صادر ضده بالغرامة في واقعة اتهامه بسب وقذف كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وتأييد الحكم السابق. وكانت جنح النقد أيدت حكم صادر من جنح مستأنف العجوزة بتغريم مرتضى منصور 10,000 جنيه عن قضيتي سب وقذف أقامهما رئيس النادي الأهلي ضده، إضافة إلى التعويض بمبلغ 15,000 جنيه في القضيتين. ده حكم أو قرار عاجل من المحكمة، قرار قضائي عاجل ضد مرتضى منصور في سب وقذف كابتن محمود الخطيب. طبعا كنت حابب ان انا نتعرف عليه مع بعض. بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.